ميلاد القمر في برج الدلو. ايه اللي هيحصل النهارده لما القمر يتولد الساعه 7 بالليل في برج الدلو؟ مين الابراج اللي النهارده ممكن نقول لهم يومكم سعيد، ومين الابراج اللي هنقول لهم حظ سعيد المره القادمه؟ تعالوا بقى نتفق كده ان احنا نبتديها بالترتيب. برج الحمل. برج الحمل النهارده انت القمر موجود في برج الدلو، يعني بيتك العاشر. ممكن يكون عندك شويه اهتمامات بشغلك النهارده، ممكن يبقى عندك شويه اهتمامات بمواعيد في الشغل، ممكن تقابل حد مهم، ممكن يبقى عندك تخليص حاجات مهمه، عندك النهارده مسؤوليات كمان بترمي على عاتقك، مسؤوليات كتير يا برج الحمل. الكلام ده مستمر النهارده وبكره وبعد بكره. عارفين ان الميلاد ده كل سنه بيحصل مره واحده في كل برج، يعني السنه دي خلاص هو كده تم الميلاد في برج الدلو، وهنستنى يوم اكتمال القمر في برج الدلو. تحصل الاكتمال في كل برج مره واحده، والميلاد يحصل لكل برج مره واحده. فالنهارده برج الدلو بيستفيد، بس خلينا برضو نكمل بقيه الابراج بالترتيب. برج الثور النهارده يمكن يكون عندك عزايم، ممكن يكون عندك حاجه النهارده بتخص حد من افراد اسرتك، يمكن كمان تكون بتحضر فرح النهارده يا برج الثور، او عندك خروجه انت كنت مستنيها، وكمان عندك النهارده شويه حاجات في البيت المفروض تخلصها. يعني امورك العائليه هي اكتر حاجه بتشغل تفكيرك النهارده وبكره وبعد بكره. ده طبعا لغايه يوم 11 ان شاء الله، لغايه يوم 10، لغايه يوم 10 بالليل، لغايه يوم 11 الساعه 12 ان شاء الله. يوم 11 الساعه 12 القمر هيتنقل ان شاء الله ويروح على برج الحوت. تعالوا نكمل بقيه الابراج بتاعتنا. بعد برج الثور عندنا برج الثور، وبعدين عندنا الجوزاء. برج الجوزاء انت النجم الشهر ده. انت عارف يا جوزاء ان انا قلت لك الكلام ده اصلا من اول الشهر، وقلت برج الجوزاء هو اكثر الابراج حظا الشهر ده. وبرضه انت في الايام دي لان القمر مولود في برج الدلو، بيتك الخامس بيت الحظوظ، بيت السعد، بيت الحاجات الحلوه كلها، بيت اللقاءات، بيت الرومانسيه. برج الجوزاء عندك رومانسيه عاليه جدا النهارده، وعندك لقاءات حلوه، وعندك خروجه مش هتنساها. سيدات برج الجوزاء النهارده يتمتعن بجمال غير عادي، اما بالنسبه للرجاله عندهم جاذبيه خطيره النهارده. برج الجوزاء النهارده انت كل امورك محلوله، ولمده 3 ايام استفيد من البرج، استفيد النهارده من القمر قدر الامكان. بعد الجوزاء عندنا برج السرطان. برج السرطان الحاجه اللي بتشغل تفكيرك الفتره دي هي امور شريكك العاطفي، شريكك المهني، ايا كان عندك شريك في اي حاجه. الحاجه اللي بتشغل تفكيرك دلوقتي هو الشريك. في امور هتدور بينكم وبين بعض، في حاجه هتحصل بينكم وبين بعض. في حاجه تانية برضه عايزه اقول لك خلي بالك منها النهارده يا برج السرطان، الماديات. خلي بالك من امورك الماديه، لان ممكن جدا يحصل عمليه احتيال عليك، او ممكن كمان تصرف في حاجه ملهاش لزوم النهارده. بعد السرطان عندنا برج الاسد. برج الاسد النهارده ممكن نقول له خلي بالك من صحتك. وجود الجدي، المريخ انا اسفه، في برج الجدي ممكن ياثر على صحتك، ويخلي ان احنا ممكن يبقى عندنا شويه مشاكل صحيه حتى لو بسيطه، بس خلي بالك منها. حافظ على نفسك، حافظ على صحتك قدر الامكان. مش بس كده، كمان ممكن اقول لك يا برج الجدي انت كمان يا برج الاسد انا اسفه، ممكن يكون عندك مشاكل مع الشريك بتاعك. برج العذراء. برج العذراء النهارده انت عندك حاجه انت بتفكر فيها، مش عارف تقررها ازاي، مش عارف تاخدها ازاي. عندك شغل كتير قوي قوي، عندك مسؤوليات كتيره، حاجات كتيره بتضاف عليك، مسؤوليات في العمل، يعني مسؤولياتك النهارده ازيد من اللازم. ممكن كمان يكون عندك ترقيه النهارده، او توقيع عقود جديده، او الناس بتغير اشغالها النهارده. يعني لو لا قدر الله في حد كان مشي من شغله، فهو النهارده يقدر يقدم عشان يلاقي شغل جديد. ده العذراء. بعد العذراء عندنا برج الميزان. برج الميزان النهارده تاني اكتر الابراج حظا. برج الميزان النهارده عنده مصالحات، عنده لقاءات رومانسيه، وكمان يمكن كمان يكون عنده قبض فلوس حلوه. برج الميزان النهارده وبكره وبعد بكره في احسن احواله ان شاء الله، حاول يستفيد من الاوقات دي. برج العقرب. برج العقرب النهارده حاول ان انت تخلي بالك من امورك العائليه، لانه ممكن يكون في مشاكل تحصل مع والدتك او مع والدك او مع حد كبير في العيله عندكم، ممكن كمان يحصل مع حد من اهل الشريك. فخلي بالك جدا جدا انه ممكن النهارده يحصل فهم غلط، ممكن النهارده يكون في اختلافات في وجهات النظر ممكن تأثر عليكم في المستقبل. فبرج العقرب حاول ان انت زي ما انت دايما متعود اقصر الشر وبلاش تتكلم كتير. انت اصلا من الابراج الذكيه اللي بتعرف ازاي تدير الحوار وانت تسكت. حاول تستفيد من المنحه اللي ربنا مديها لك دي. برج القوس. برج القوس النهارده انت عندك سفر. برج القوس انت بتجهز نفسك لسفر، في اوراق سفر بتخلصها، او ان انت مثلا بتجيب تذاكر سفر، في حاجه بتعملها للسفر. كمان عندك النهارده يوم ولا احسن، النهارده وبكره وبعده ميلاد القمر في برج الدلو مديلك دعم كبير جدا جدا. فانت عندك يوم عظيم، 3 ايام من ذهب، استفيد منهم يا برج القوس، مكاسب ماديه وكمان
امور السفر بتاعتك، يعني الناس اللي عايزه تقدم على هجره، الناس اللي عايزه تقدم على فيزا، عايزه تقدم على تاشيره، عايزه تقدم حتى على جنسيه، يتوكلوا على الله ويعملوها. اصحاب برج القوس النهارده ممكن يكون فيها قبول كبير ان شاء الله باذن الله. بعد القوس عندنا برج الجدي. الله عليك يا جدي بقى، انت يعني النهارده الميلاد بيحصل في بيتك الثاني، بيت المال. يعني النهارده انت امورك الماديه، انت هنا النهارده بتتكلم في امور ماديه فقط لا غير، بتتكلم فيما يخص مادياتك، فيما يخص الفلوس. يمكن يكون عندك قبض فلوس، ممكن يكون عندك خساره فلوس، ممكن يكون عندك مصاريف زياده، ممكن يكون عندك مصاريف اقل، لكن الاهم ان انت النهارده كل تفكيرك يا جدي رايح في الفلوس. الدلو طبعا انت النهارده بداياتك، ابتدي بقى النهارده 2024 يا برج الدلو، من ميلاد القمر عندك. انا كده بقول لك انت دخلت السنه الجديده، كده انت ابتديت حياه جديده، ابتديت دنيا جديده، بدايات في كل شيء، بدايات حلوه ان شاء الله، نفسيتك احسن. واكيد النهارده انت صاحي حتى وحاسين ان وشكم اروق، حاسين ان انتوا اهدى، حاسين ان انتوا كويسين النهارده، وهتكونوا فعلا كويسين يا برج الدلو اللي بعد كده. اما برج الحوت فبرج الحوت مع الاسف هو الضحيه بتاعتنا النهارده. يا برج الحوت خلي بالك من نفسك، عندك نفقات زياده عن اللزوم، لان القمر موجود في بيتك ال12، ميلاده في بيتك ال12 بيقول ان انت ممكن يكون عندك نفقات زايده، ممكن يبقى عندك مشاكل، ممكن يبقى عندك كمان مشاكل مع احد الشركاء بتوعك، يعني يا شريك عاطفي او شريك عملي. لكن انا بقول لك خلي بالك يا برج الحوت، هم بالظبط 3 ايام والدنيا هتفك معاك. من يوم 11 ان شاء الله القمر هيكون موجود عندك، انت هيدي لك الدعم كله يا برج الحوت ان شاء الله باذن الله. يقعد معاك 11 و12 هيبقوا من احسن الايام بالنسبه لك ان شاء الله، يكونوا ايام مباركه ليكم وايام حلوه، ويا رب كلنا نستفيد من ميلاد القمر اللي موجود في برج الدلو. اشكركم، استنونا فيديو. باي باي.